لو اول مرة بتشوفيني تابعيني عشان هتلاقي وصفات كتير تعجبك. ده الطبق اللي بطعم الخيال اللي شكله اصلا يخطف العين والقلب. جيلي المزيج، انا كنت من اول الناس اللي عملته من 2016. بجيب جيلي، اي نوع جيلي، بعمل كل باكت بكوباية مية سخنة، بقلبها كويس قوي، مية مغلية. اقلب باكت الجيلي كويس قوي واحط عليه نص كوباية مية ساقعة، وبعدين احطه في علبة واحطه على جنب عشان هدخله التلاجة. بعمل كذا لون من الجيلي بكذا طعم، انا عملت اطعم مختلفة بالوان مختلفة ودخلتهم التلاجة. جبت معايا 3 كوبايات ونص من المية، حطيت عليهم 6 معالق من اللبن البودر واربع معالق من السكر، قلبتهم كويس قوي وشوية فانيليا. وجبت 4 معالق كبار جيلاتين، حطيتهم في بولة وحطيت عليهم نص كوباية مية سخنة وقلبتهم كويس قوي. وبدأت ان انا احط عليهم شوية من اللبن عشان افكك الجيلاتين كويس بيهم، وفضيته على اللبن وسبته يستريح خالص. طلعت الجيلي بتاعي بعد ما مسك، بدأت اقطعه مكعبات بالشكل اللي انت شايفاه ده. ده انا كنت بيته في التلاجة يوم، قطعته كله بالشكل ده اللي انت شايفاه ده. وجبت البولة بتاعتي، تقدري تعمليه في ايس كريم، في بولات ايس كريم، تقدري تعمليه في كاسات، في اي حاجة. حطيت الجيلي بتاعي، ولما اللبن برد خالص حطيته عليه بالشكل اللي انت شايفاه ده. حسيت ان الجيلي كتير، بدأت ان انا اشيل منه شوية وسبته بقى على جنب ودخلت التلاجة. طلع من التلاجة متماسك بالشكل اللي انت شايفاه ده. حطيته في شوية مية سخنة وقلبته، وكان بالمنظر التحفة اللي انت شايفاه ده. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تعملي لها شير ولايك وتتابعيني عشان تشوفي كل